اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد. النهارده بقى انا جايبه شويه مشتريات كده، انا بسميها مشتريات الطوارئ لاي حاجه زي دي كده. مثلا طبعا انا بقفل الشباك، فاتقفل شباك الموتيل، فاتقفل على صباعي، فكسر الضافر وكده، فلازم يتغطى وعشان التلوث، وانا كنت بره وبجيب حاجات وكلام من ده، وطول ما انا في البيت هفضل كشفاه طبعا، بس اخد بالي لان الضافر معلق. فجبت طبعا مضاد حيوي وبتادين وكلام من ده وطهرته. بس انا دلوقتي واقعه في مشكله. طب انا المفروض ان انا ده بيت وفي اطفال وفي كبار وكده، فاعمل ايه؟ فقلت اجيب شويه مشتريات كده، سميتها مشتريات الطوارئ. طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على اجازه وشم نسيم وكده، فعندنا بتاع 4 5 ايام اجازه، ومناسبه كمان اللي هي شم النسيم. فالحمد لله ان انا هروح عند ماما، وهي بقى هتبقى جايبه الحاجات دي، واخواتها هينسقوا الدنيا وهيجيبوا بقى ايه، الفسيخ والرنجه والكلام ده كله والخضره والحاجات دي. فانا ما عنديش مشكله في اليوم ده. طيب ولغايه بقى ما ابدا اخف وما بلوش والكلام ده، فجبت بقى ايه، حبه مشتريات كده. قبل ما اوريكم المشتريات بتاعت الطوارئ اوريكم حاجه تانية. انا طبعا بيجيلي العيش من التموين، لكن عندي ابني الصغير مش بياكل غير العيش ده، فلازم اجيبه له يبقى موجود عندي لاي، يعني ما عنديش حاجه خالص، ما فيش عندي بطاطس، ما فيش عندي الحاجات اللي هو بيحبها وبياكلها، لان هو اكله ضعيف عموما. فلازم اسيب حاجه في البيت. لو ما فيش حاجه خالص يبقى في الحاجات دي، اللي هي الجبنه القديمه والعيش. ده كده ايه، افكار كده علشان لو حد عنده نفس المشكله بتاعتي. فدايما انا جايبه الحاجات دي طبعا، بجيبها على قد هو، بس اللي هو العيش ده. لكن الجبنه بناكل معاه، وانا انتوا عارفين ان انا ما بجيبش غير نوع جبنه واحد، يخلص اجيب غيره عشان التوفير. يعني احنا بنحاول نخلي مشترياتنا تسهل علينا، بس برضو يبقى فيها شويه توفير. طبعا احنا بقى جمعة خميس وجمعة وكده بنحب بقى ناكل حاجة، نشرب شاي بلبن، نعمل حاجات حلويات، نعمل حاجة بنحتاج الايه، اللبن. فطبعا انا ده حد بتعامل معاه، اللبن بتاعه كويس جدا وعن تجربة، فبجيب منه، اجيب 2 كيلو ب2 كيلو يخلصوا، اجيب غيره. بس هو بيبيعه ب35. تمام. طبعا برضو ايه، قلت شفت ايه اللي ناقصني عشان برضو ما احترش وكده. الملح جبته، جبت كيسين، وجبت الشاي ده اساسي في ايام الاجازه، ده اساسي في المشتريات، والبن. تمام. بنحتاج بقى نشرب قهوه مع بعض، نشرب شاي، فبتبقى ايه، احنا محتاجين الحاجات دي. فاكهه، انا جبت اللي هي كانتالوب. طبعا الكيلو ب30 جنيه، بس تحفه، ريحته حلوه ومميمي كده وجميل، تقطعي وتسقعيه كده في التلاجة وتاكلوه بألف هنا. بيبقى حلو قوي قوي، وخصوصا لولادنا اللي هم مغلبيننا في الاكل. طبعا بقى ايه، انا يعني ما لقيتش الصابون السائل اللي انا بستخدمه عشان غسيل المواعين وكده، فجبت النوع ده. يعني ايه، يبقى هنا انا لسه عندي، بس قلت احتياطي برضو عشان ما احتاجش انزل حد. طبعا احنا بقى داخلين على شم النسيم، من اهم المشتريات اللي تجيبيها اللي هو البخور. عشان بقى ايه، لو انت حتى عند مامتك، لو انت هنا في بيتك حبيتي ان انت تاكلي حاجات بقى اللي هي لها روايح وكده، النوع ده حلو قوي ومجرباه. ديت فيها 10 اعواد، بكام؟ ب30 جنيه. فانا قلت اجيبها علشان برضو ايه، اخد منها عند ماما نولع كده عودين ولا حاجه، بعد ما ايه، بعد الهيصه بتاعت السردين والفسيخ والرنجه والحاجات الحلوه دي. كل سنه وانتم طيبين. جبت نص كيلو رز بسمتي عشان برضو ايه، يبقى موجود عندي في البيت. حبيت اعمل اي اكله سريعه، او بنتي تعملها، هي بتعرف الحمد لله ان هي تطبخه وكده، فيبقى حاجه ايه، موجوده سريعه. جبت بقى اللي هو الشاي الكرك. طبعا انتوا عارفين ان انا بحبه جدا جدا جدا، هو والبن اكتر من الشاي كمان. فانا دي المشروبات يا جماعه اللي انا فعلا بحبها جدا، البن والشاي اللي هو الكرك. فالنوع ده في سكره عالي شويه، والنوع ده يعني ايه، ما فيهوش سكر خالص، ده بدون سكر، شوفوا بدون سكر. فاخلطهم على بعض واعمل منهم مرتين
3 مشروبات كده حلوه. جات لي الفكره دي ان انا احط اللي بدون سكر على اللي بسكر. وطبعا ايه انا ما لقيتش عنده الا دي، فممكن كنت اجيب 2 ولا حاجه واعملهم ايه مشروب كده على بعض. طبعا بقى احنا في ظل بقى الحاله الاقتصاديه، وان احنا بندور على التوفير والكلام ده كله. فطبعا جبت ايه، جبت البطاطس دي حلوه جدا جدا وب10 جنيه. جبت دول 5 كيلو ب50 جنيه، يبقوا موجودين برضو عندي لطبيخ لحاجه كده يعني. تمام. فجبت دول برضو من المشتريات الايه الاساسيه عندي في البيت. وبعدين هما في كل مكان بتتباع ب15، فلما الاقيها ب10 وبالجمال ده هقرب لكم الكاميرا دلوقتي على الحاجه، فلازم اجيبها. المفاجاه بقى ان انا جبت طماطم بكام؟ ب15 جنيه اهي، حلوه جدا برضو وجميله، جبتها ب15 جنيه اهي. البطاطس دي بحبها ليه بقى؟ دي بقى من اللي هي مشتريات التوفير. هرتب الدنيا كده وارجع. جبت دي 2 كيلو ونص صافيين ب150 جنيه. دي بقى بتفضل عندي مدة كبيرة جدا. لو اي حد عندي في البيت جعان ممكن اسلق شوية رز واعمل حمر بطاطسيتين من دول وطماطمايه، خلاص كده ايه، وانا تعبانه بالشكل ده فخلاص كده ده انقاذ سريع. او ممكن حد يحمر له شويه بطاطس ويعمل له سندوتش لو مستعجل، بدل ما لسه هقشر وكلام من ده. وطبعا دي برضو بطبخ منها، والصغيره دي بسلقها برضو ولادي بيستخدموها، بحمرها بياكلوها برضو جنب كشري جنب حاجه. فدي برضو من الانقاذ السريع، الحاجه اللي منقذه فعلا عندي يعني. جبت بقى كمان اللي هو الكوردون بلو ده. الكيسه دي يا جماعه تكفينا مرتين وب200 جنيه. فانا خلاص مش هجيب بروتين بقى لحمه وفراخ وهطبخ وكده، هجيب حاجات يا دوب اي حد موجود في البيت يقدر يعملها في الفتره اللي انا تعبانه فيها دي. فمره يحمروا بطاطس، مره يحمروا كوردون بلو، شويه مكرونه هيعملوهم على السريع، او شويه رز بسمتي، الدنيا هتمشي. ودول كتير فسعرهم حلو. ودي مش عجينه يا جماعه، دي فراخ معموله كوردون بلو. تمام. ده لو انا بجيب الحاجات دي بقول كده هي عجينه ولا فراخ وكده، لا هي فراخ، لان انا ما بحبش ان انا اجيب الحاجات دي عجينه الصراحه. فاهميني طبعا. مش عارفه ايه العجينه ديت وجواها ايه ولا كده. جبت كمان بقى ايه العيش ده السوري. جبت 2، الواحده فيها 5. العيش ده يا جماعه ب17 جنيه، واحده فيها 5 للسندوتشات السوري السريعه. وممكن اجيب طبعا عيش فينو، يعني ممكن ان انا اجيب عيش فينو بقى. جبت بقى العيش السوري ده برضو بيعرفوا يعملوا سندوتشات، هيحمروا بطاطس ويعملوا بقى سندوتشات كوردون بلو. ستريبس جبت برضو ستريبس. ده يا جماعه شيش طاووق ده حلو جدا جدا جدا، وكمان فراخ، قطع فراخ. فالحاجات دي بتقعد معايا شويه حلوين في البيت، فبتنفعني بقى زي ما قلت لكم في الزنقات. خلاص. جبت ايه تاني؟ شايفين بقى الوضع ده يا جماعه ستريبس بس هو فعلا قطع كده فراخ مش عجينه. لازم وانتوا بتشتروا الحاجات دي تتاكدوا دي قطع فراخ ولا عجينه. دي مش عجينه ودي مش عجينه ودي مش عجينه، دي قطع فراخ ودي قطع فراخ ودي قطع فراخ، وشركات كويسه ومعروفه. كل كيس من دول ب200 جنيه بيكفيني مرتين. يبقى افضل من ان انا اجيب فرخه ب200 جنيه مش هتكفيني مره. فاجيب الحاجات دي، ومش دايما يعني، في الطوارئ، في الاسعار العاليه كده. فاهميني طبعا. حبيت بس ان انا اقول لكم المعلومه دي. مع الحاجات دي بحب يبقى موجود في البيت ميكس الحمد الكيلو ده ب130 جنيه. ده يقعد عندي مده كبيره جدا جدا جدا. والحاجات دي اوفر لي كتير جدا
من ان انا يا جماعه اخلي ولادي يجيبوا اكل من بره. يعني مش منطقي في ظل الاسعار دي ان انا اخلي ولادي يجيبوا اي حاجه من بره. فانا اعمل لهم حاجه المطاعم اللي بره دي باقل التكلفه. جبت كمان الصوص ده كاتشب خير الامور الوسط، ده ب25 جنيه. وبدل ما اجيب اي صوصات تانية ملهاش لازمه جبت برضو ده. وعندي كمان عشان انا احنا طبعا الخميس وسهرة الخميس وايام اجازة، جبت اللب المشكل ده، دول ب50 جنيه اهو. وجبت كمان يا جماعة اللي هو برضو ب25 فول اسواني. وجبت كمان ب25 لب ابيض، لان انا عندي ولادي بيحبوا اللب الابيض اكتر. يبقى انا كده جبت شويه المشتريات دول، عمرت البيت ومليت البيت بالخير في عز تعبي، في عز ما انا قاعده. بدل ما اقول يا اختي تعالي اعملي لي، يا جارتي مش عارفه انا محتاجه ايه، يا ولاد اقف على ايديكم في المطبخ، فتبقى الدنيا برضو انا مرهقه وتعبانه. فجبت الحاجات دي. مش لازم كل المشتريات تبقى تقليديه، ممكن نخرج عن التقليدي وعن المألوف لظروف ما وتغيير بدل ما نزهق. تمام؟ يعني نوعنا، بدل ما ناكل فراخ مثلا نجيب مثلا شيش طاووق ونتبل ونعمل. هي متبله جاهزه، جربتها قبل كده وحلوه وتكفي، كميتها حلوه. يعني تخيلوا دول ب200 جنيه شيش طاووق، والله كميتهم حلوه جدا، حلوه جدا جدا يا جماعه. كميه حلوه، والواحده قد كده وبتتقطع كمان لسه. فصدقوني جربوا الحاجات دي على ضمانتي، وانا مش هاكل ولادي اي حاجه. ده انا بدقق قوي في الامور دي اهي على ضمانتي يا جماعه، لاني جربتها قبل كده. وده برضو كوردن بلو، تقولي لها انا مش عايزه العجينه، انا عايزه اللي هي القطع بطاطس ستر في البيت، فاكهه في متناول الايد. الطماطم لقيتها فرصه هجيب دول اصلصهم واشيل منهم شويه مستويين كده في وسط الغلا ده. الجبنه دي روعه روعه روعه، مع بيضه مع الرغيف عادي بلدي بتقضي وتسد جوع العيال. فلازم اللبن طبعا اساسي، والتسالي لازم يا جماعه. اللي انا عايزه اوصله لكم النهارده ان انتي حاولي تملي بيتك بالخير بالمفيد، حتى لو انتي حاسه انها منتجات مثلا مكلفه. لا هي مش مكلفه. انتي لو بتجيبي فرخه دلوقتي، انتي لو عايزه تعملي كميه شيش طاووق دي من الفراخ وتتبلي وتشتري تتبيلات وتشتري ده وتشتري ده، دي يا دوب انا بحمرها. تمام؟ هتكلفني قد ايه؟ هتكلفني 300 جنيه. طب انا جايباها ب 200 جنيه ومضمونه وحلو. فراخ، طب انا جايبه الفراخ دي ب 200 جنيه برضو ومضمونه وحلوه، اللي هي الستريبس. لو انا جبت بقى وعملت ستريبس وجبت الكفر وجبت ده وجبت ده، هيكلفني قد ايه؟ فدي انا بسميها مشتريات التوفير، وتوفير التوفير كمان، والطوارئ. وكلفتني ايه؟ هحسب لكم واقول لكم. يبقى انت كده ب1500 جنيه زقتي بيتك لنص الشهر، ما عندكيش اي مشكله. لو هتاكلوا حتى رز وبطاطس وبين الوجبات كده وبين الايام هتقومي عامله لهم شويه كوردن بلو، كام واحد ان شاء الله، كل واحد واحد او اتنين، وتمشي الدنيا وتزق دنيتك. جعانين اعملي لنا يا ماما، بس بنسميه احنا حنون، نعمل رغيف عيش عادي جدا بلدي بتاع الفرن بتاع التموين، وبنحط عليه شويه جبنه ميكس ونحط عليه بيضه ونعمله بقى جميل جدا. قصدي اقول لك ان انت هتملي بيتك بالخير باقل اقل اقل ميزانيه، وجبتي فراخ وجبتي حاجات وجبتي تسالي واساسيات ومشروبات وكل حاجه. فيا ريت يا جماعه يكون الفيديو اداكي افكار وعجبك، وبحبكم جدا. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه.